لو بقالك سنين بتتعلم انجلش وللأسف معرفتش تتكلم بطلاقة لحد دلوقتي، يبقى أكيد بتعمل خطأ من الأخطاء اللي هقولهم في الفيديو ده. النهاردة هقول لكم على 5 أخطاء خطيرة الناس بتعملهم وهم مش واخدين بالهم، وللأسف ده بيخلينا ما نتعلمش انجلش كويس وبيأخرنا كتير في تعلم اللغة، وهتلاقي ان انت بتضيع مجهود وبتضيع وقت على الفاضي. وهقول لك كمان ازاي تتجنبهم، فتابع معايا الفيديو كويس وان شاء الله تستفيد. اول خطأ ان انت لما تيجي تترجم الجمل من عربي لانجلش وتترجم بقى ايه، كل كلمة تترجمها من عربي لانجلش، ففي الاخر النتيجة هيطلع لك جملة غريبة ومش مفهومة. لو مثلا عايزة اقول انا عايز اعمل حفلة، فاجي لو انت ترجمتها ترجمة حرفية هتقولها كده بالظبط I want to make a party، لكن للأسف هي غلط، مش بتتقال كده، هتتقال I wanna throw a party، I wanna throw a party، ودي معناها انا عايز اعمل حفلة. طيب عايزة اقول انا عايز اعمل دايت، فطبيعي انت ترجمتها هتقولها ازاي؟ I want to do a diet، غلط، مش هتتقال كده عشان انت للأسف ترجمتها ترجمة حرفية كلمة بكلمة. لا، هقولها كده I wanna go on diet، I wanna go on diet، يبقى انا كده عايزة اعمل دايت. طب الحل ايه؟ الحل مش ان انت تترجم ترجمة حرفية، بالعكس، هات جمل واحفظها، جمل على بعضها متركبة مش كلمات وبس، وهو ده الحل عشان تتجنب خطأ نمبر 1. الخطأ التاني حفظ كلمات بدون استخدام. بمعنى ايه؟ ناس كتير بتاخد كورسز وتقعد قدام اليوتيوب شانل وتقعد تتفرج على فيديوز وتقعد تكتب وتملى الدفتر او النوت بوك بتاعها بكلمات قد كده اهو. طيب انت معاك كلمات كتير جدا وحصيلة كلمات هايلة، هل استخدمتها؟ اكيد لا. مش معنى ان انت عارف كلمات جديدة وكتيرة ومليت النوت بوك بتاعتك ان انت تعرف تحطها في جملة، للأسف ده مش بيحصل. والحل هنا انك لما تتعلم كلمة جديدة على طول في نفس اليوم حاول تحطها في 3 جمل مختلفة. كل كلمة اتعلمتها في نفس اليوم لازم تحطها في جمل مختلفة عشان تعرف تستخدمها. الخطأ الثالث الخوف من الغلط. بمعنى ايه؟ ناس كتير وستودنتس كتير لما بديهم كورسز بيخافوا يتكلموا، خايفين يغلطوا، خايفين ان هم يقولوا حاجة غلط فالناس اللي معاهم تحرجهم. لا، احنا بناخد كورسز وبنتعلم عشان نغلط. اغلط عشان تتعلم، ده الطبيعي، كلنا لغاية دلوقتي بنغلط، انا بغلط لغاية دلوقتي، بس بعمل ايه بقى؟ بتعلم من الغلط بتاعي، فهو ده المهم. فكل ما هتغلط كل ما الناس هتصحح لك، وكل ما انت هتعرف تعمل براكتس صح والدنيا تمشي معاك مظبوط، فاوعى تخاف انك تغلط. طيب هنا عشان احاول اكسر الحتة دي، احاول ان انا اكتسب ثقة شوية، احاول ان انا اتكلم، وحتى لو غلطت ما اتكسفش ان انا غلطت، فلازم تشتغل على نفسك في الحتة دي كويس قوي. الخطأ الرابع التركيز على الجرامر بس، اللي هي القواعد. ما بقولش ان الجرامر مش مهم، لا الجرامر مهم جدا، بس اللي بيحصل كالتالي: الناس بتذاكر الجرامر كأنه مادة علمية، زي كأنه فيزيكس بقى وبيولوجي، بتقعد تذاكر القواعد وتيجي في الحل تبقى حلوة جدا لكن ما عرفتش تتكلم. طب هل معنى كده ان الجرامر مش مهم؟ لا بالعكس، الجرامر مهم جدا، لان ده اصلا اللي هيخليك تتكلم صح وتكون جمل مظبوطة، لكن لازم ان انا اشوف حل، ما اقعدش ادش وخلاص. الممارسة اهم حاجة. ذاكرت القاعدة امارسها. طب اعمل ايه في الحالة دي؟ اوازن ما بين الاتنين. اخدت قاعدة جديدة وذاكرتها كويس قوي، لازم اطبقها. طب اطبقها من خلال ايه؟ يا كتابة يا محادثة، لازم اعمل الحاجتين دول عشان تتأكد انت عرفت تستخدم القاعدة صح ولا لا. دي اهم حاجة عندي. الخطأ الخامس والاخير، ناس كتير بيجيلها الحماسة في مذاكرة الانجليش
فتقعد اسبوعين حلو قوي متابعه وبتذاكر وتمام وبتحل وبتعمل براكتس، ويقعد شهر قصادها ما يعملش اي حاجه ولا يراجع تاني على الانجليش ولا يعمل اي حاجه. اللغه استمراريه، لازم اعمل براكتس، لان اللغه ممارسه، ما مارستهاش يوميا ما بعملش اي حاجه، فمهم جدا ان انا امارسها. طب اعمل ايه؟ ما تضيعش وقتك، انت ذاكرت وعملت مجهود، حاول تطبق ده، خلي الانجليش جزء من يومك. يعني انا في العربيه كنت قلت لكم قبل كده، ايه المشكله ان انا اشغل بودكاست واسمع بالانجليش؟ انا بعمل listening اهو، انا بعمل ريسيفنج للسكيل، ايه المشكله؟ طب مثلا اقعد اشوف فيديو قصير بيتكلم عن حاجه، اعمل مثلا اسمع اغاني، تمام؟ في حاجات كتيره قوي نقدر نعملها، وبلاش نكسل، لان والله العظيم الكسل هيرجع لورا تاني. فانت كل ما هتمشي خطوه اسبوع او اسبوعين هترجع قصادها 10 لما تسيب اللغه لمده شهر او اكتر، دي كده كارثه. فحاول ان انت تركز وتابع كويس قوي واعمل ممارسه للغه، لان ده شيء مهم جدا. لو عايز تتعلم انجليش صح بلاش تقع في الاخطاء دي. فكر بالانجليش، استخدم كلمات مختلفه، اتكلم من غير خوف، وما تركزش على القواعد بس، وخلي عندك استمراريه. عايزاكم بقى في الكومنتس تقولوا لي اكتر خطأ بتقعوا فيه من الاخطاء الخمسه اللي احنا قلناهم في الفيديو. وطبعا لو عجبك الفيديو سبسكرايب ذا يوتيوب شانل، وعايزاك كمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله استنوني في حلقات تانية كتير. See you.